كله بيشغل دماغه عليه، كل اللي حواليك عاوز منك مصلحه. شغل دماغك، مفيش حد هيسمع عليك لو وقع. فانت عيش نفسك وحب نفسك، نفسك ثم نفسك رقم واحد. حد بقى لحد يا صاحبي. ده السويسي شخص محترم جدا وناس كتير بتحبه وانا شخصيا بحبه. في ايطاليا ومتغرب عن اهله بقاله حوالي 14 سنه، مكتسح السوشيال ميديا الفتره دي وناس كتير جدا متابعينه وانا واحد منهم. وده لانه انسان بسيط وما بيحبش يقلد حد، بيظهر في فيديوهاته بمنتهى العفويه، ودايما ينصح الشباب انهم ما يفكروش في الهجره غير الشرعيه لان نهايتها دايما مش كويسه. حد كده جميل جدا جدا. ولكن اليومين دول السويسي بدا ينشر فيديوهات مش عجباني انا شخصيا، ولذلك عملت الفيديو ده. ما تحسبش كده يا صاحبي. فيديوهات السويسي النهارده عباره عن ان مفيش امان وان مفيش صحاب وان كله بتاع مصلحته والحوارات دي. واحنا للاسف معظمنا شعب عاطفي، العواطف عندنا بتتحرك قبل العقل، فلو انا مفيش حاجه مزعلاني وشفت فيديو حزين هزعل واتنكد، والعكس. وانت في مكانها اي حد يتمناها وانا اولهم، وشباب صغير كتير بيسمعك وبكلامك انت بتبرمجهم، والكلام مش ليك لوحدك، الكلام لاي حد بيصدر فيديوهات على السوشيال ميديا. لما انا وانت والناس اللي بتعمل فيديوهات نصدر للناس ان مفيش خير، ان كله بتاع مصلحته، طيب امال مين اللي جدع؟ انا وانت بس ولا ايه؟ وبعدين يا عم الناس الكويس دايما يلازم الكويس، ومش معنى ان في حد خذلنا يبقى الناس كلها مش كويسه. لا، لسه الدنيا بخير يا سويسي. بص ايدك، كفايه الفيديوهات اللي زي دي لان الناس اساسا مستحمله نفسها بالعافيه، فما تجيش انت تلعب في دماغهم تاني.